في أصحاب بشكل دقيق. متندبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيده كلا لكنه لآياتنا عنيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. واسمع إلى سورة الأعلى. سبح باسم ربك الأعلى. سبح باسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. كيف ينسب ولد صديقه لنفسه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى. ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب يا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتابي واليوم وشجاعة وبطولة كما قلت، ولكنه يرفض. أية شجاعة وبطولة في أن تلاحق قبيلة بكاملها رجلا بمفرده إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كذلك كنت حين كسرت ساق عمر. بالتأكيد. سم الله ليبارك طعامك. بسم الله. هم صفوة أخبرنا عن الله. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب. سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب. يريدون الطعن في الكتاب، يريدون الطعن في السنة، يريدون دينكم، لا يريدون الصحابة، يريدون الدين الذي نقله الصحابة رضي الله. هذا النبي محمدا في عرضه